السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي يا سنة تالتة وحشتوني. أخباركم إيه؟ النهاردة إحنا معادنا مع المراجعة النهائية كتاب المعاصر، وكمان مش كده وبس، وهنراجع كمان وإحنا ماشيين في السكة هنراجع الجرامر. يلا بينا، مين قال يلا؟ Let's go! يلا يا صديقي العزيز هنشوف مع بعض يونت 1. اوعى تنسى اللايك. يلا يا صديقي، أول حاجة أهم الكلمات اللي موجودة عندنا: good morning, good night, goodbye, hello, friend, name, primary, Egypt, raise your hand, be kind, stand up, sit down, classroom أو ممكن نقول عليه class, listen carefully, don't shout, open your book, shy, friendly, helpful, quiet, funny, get dressed, brush my teeth, wake up يعني يستيقظ, write, watch TV, go home. شاطرين. الكلمات دي مهمة جدا. well, when, where, wheel, white. تمام؟ ما احنا عارفين يا صديقي ان WH بتتقال و. يلا يا صديقي هنشوف مع بعض ايه تاني يا حنين. الحاجات دي مهمة جدا جدا يا سنة تالتة. Thank you, I am fine. In the morning, nice to meet you. In class, keep your classroom clean. May I go to the bathroom? Make friends. Like to. The top shelf. In need. Look nice. On her face. Tell jokes. Make my bed. يعني مش بعمل سريري، لأ بروق سريري. يلا يا صديقي هنكمل مع بعض. يا خبر أبيض، عندنا إيه النهاردة؟ عندنا يا حنين the present simple، وانتي قلت يا حنين إنك هتراجعي. أيوة أنا قايلة لك إني هراجع. ما تنساش the present simple سهل جدا جدا يا صاحبي. إيه هو بقى ال present simple وسهل إزاي؟ بسم الله. تمام، سهل إزاي؟ تعالى كده ما نشوف مع بعض. he, she, it. verb مع s. شاطر. he, she, it. verb مع s. I, we, you, they. نحط verb بس. I, we, you, they. نحط verb بس. تاني he, she, it. verb مع s. I, we, you, they. نحط verb بس. برافو سامعاك يا اللي بتغني معايا. يلا كده نشوف مع بعض حاجة تانية. يعني هقول she walk ولا she walks يا سنة تالتة؟ وانت ولد شاطر او بنت شطورة وهتعرفوها. walks ليه؟ عشان حنين كانت بتغني من شوية وبتقول he, she, it. verb مع اس. برافو عليك يا صديقي العزيز، برافو عليك. طيب لو لقيت مثلا عندي كلمة أحمد هنقول عليه eats ولا eat؟ ايه ده، انت قلتي هي شي ايت فيرب مع اس. ايوه، وكمان المفرد يا صديقي فيرب مع اس كمان. تمام، نشوف اللي بعد كده. we go ولا goes to school مثلا؟ تبقى we ايه يا صديقي؟ we go. ما احنا قايلين I, we, you, they. نحط verb بس، او هنقول the girls. the girls اللي هم البنات. ايه ده، بنات يعني كتار؟ ايوه، البنات مالهم؟ drink ولا drinks؟ انا بفكرك drink يا حنين، ما احنا قايلين برضو الجمع ما بناخدش اس معاه. تمام. حاجة كمان
لو أنا حبيت إن أنا أعمل نيجاتيف يعني لأ 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 الحاجة دي مش بعملها، أنا هعمل إيه دلوقتي يا صديقي؟ هقول مع بعض. لو لقيت عندي الفاعل السبجكت يعني هي أو she أو it بعمل إيه؟ بجيب كلمة doesn't، بس بحط بعديها الفيرب infinitive، يعني بحط الفيرب زي ما هو مش بغير له حاجة. ولو لقيت عندي السبجكت I أو we أو you أو they بحط don't وبس، وبرضه بحط وراها الانفينيتيف هي. معلش ممكن تفكرينا يا حنين؟ أفكرك عينيا. she doesn't، أيوة كده ركز معايا. she doesn't walk to school. برافو عليك، بس انت غلطانة يا حنين، انت قلتي she doesn't walk ازاي يا حاجة حنين وانت قايلة ان she بتحط اس للفيرب؟ ايوه يا صديقي، بس انا عندي هنا كلمة doesn't، ما هي doesn't لازم يجي وراها الفيرب infinitive يعني في المصدر. ليه؟ عشان انا لو ما عملتش كده doesn't هتقعد تعيط. ايه ده يا بقى هتعوج ليه؟ مش مشكلة. تمام كده يا صديقي، يلا بينا نكمل ناخد الامتحان بتاعنا بتاع يونت 1. تمام، يلا بينا. هنا سؤال اللسن يا صديقي العزيز، الكلمة اللي هتتقال هنكتب الحرفين اللي ناقصين فيها. اسمع كويس ويلا بينا. أول كلمة white. white. ايه ده؟ وحرفين يبقى WH على طول. wheel. برافو يا حنين. where. where. well. برافو عليك. طيب نمبر 1 هنا بيقول حاجة هنا the window please، الشباك لو سمحت. طيب طالما جه فعل في الأول هنا يبقى لازم يبقى infinitive يعني من غير اس ولا ing ولا حاجة. أسفة جدا، هتبقى open the window please. تمام. نمبر 2 she. افكرك بحاجه يا صديقي، احنا لما كنا بنشرحها انا عارفه ان انت ما كنتش متابع معايا الحصص بتاعتي. يلا احنا قايلين مع الشعر لما الاقي كلمه hair او الاقي كلمه I بستخدم have او has. تمام. she وعندي هنا straight hair تبقى is. لا غلط، لان احنا قايلين يا have يا has، وشي بتاخد has. برافو عليا عشان انا اللي قلتها، مش برافو عليك انت، لا عليا انا. تمام. my brother وهنا his breakfast at 7. ايه ده؟ my brother ده مفرد، واحد واقف لوحده بيفطر بالهنا والشفا، هناخد الفيرب ابو اس eats. تمام. طيب she is ايه هنا؟ انا مش عارفه. she makes her friends laugh، بتخلي اصحابها يضحكوا، يبقى هي بنت ايه؟ funny، مرحه. Number 5 when the teacher talks، لما المدرس يتكلم we should carefully، احنا لازم نعمل ايه؟ نسمع كويس زي ما انت سامعني كده. listen carefully. برافو عليك. I حاجة هنا my bed every day، أنا قايلة لك مش يصنع سريره، بيعدل سريره، بيظبط سريره، تبقى make. تمام. شاطر يا اللي بتحل معايا. تمام. شوف اللي بعد كده، نشوف البتاع الصغننة دي، الديالج الصغنن ده بين رنا ورشا. رنا بتقول حاجة، بتقول هاي رشا how are you، فرشا قالت لها هاي رنا I am ايه؟ ها I am fine. برافو عليك، علي صوتك بس عشان اسمعك. I am fine. فرنا سألت قالت how are you؟ ها قالت لها I am 8، يبقى قالت لها ايه؟ how name؟ غلط يا حنين. how old are you؟ عندك كام سنة؟ يلا نكمل. البنوتة دي مالها؟ مين اللي مزعلها بس يا ولاد انتوا؟ sad يعني زعلانة. الولد ده بيعمل ايه؟ read يقرأ، شاطر. والولد ده sleep نايم. تمام. نشوف هنقرأ الجزء بتاعنا ده سنة تالتة وهنحل الأسئلة اللي عليه. يلا بينا يا حنين. I am فريدة. My new friend جميلة is very friendly.
She always smiles and helps others. She has curly brown hair and brown eyes. She is very tall. يعني طويلة أوي. طيب. Number 1. This text is about Farida's new home. بتتكلم على البيت الجديد بتاع فريدة ولا new school المدرسة الجديدة بتاعت فريدة ولا new friend يا حنين صديقتها الجديدة اللي هي مين؟ جميلة has ايه هنا eyes لون عينيها ايه انا مش عارفة تعالى كده لما نيجي نقرأ اهي brown eyes يا حنين تمام. Number 3 ركز بقى معايا علشان خاطر الأسئلة دي مهمة جدا. What color معناها ماذا أو ماذا. color يعني لون. ايه اللون؟ ايه لون ايه؟ انت عايزة لون ايه؟ اقول لك انا مش عارفة. is جميلة hair لون شعر جميلة ايه يا صديقي؟ لون شعر الحاجة جميلة ايه هو يا صديقي؟ انت عارف ولا مش عارف؟ مش عارف؟ ما انا برضو مش عارفة لسه. فين شعرها اهي براون هير. هقول بقى ايه؟ بصوا ثانية واحدة كده خليك معايا عشان انا عايزة امسح الحتة دي عشان اوري لك حاجة مهمة جدا عشان لما تيجي تكتب عشان انت ولد شاطر او بنت شطورة. She has curly brown hair. يلا يا صديقي فهمها لك بقى تاني اهي. She has curly brown hair and brown eyes. بس هو هنا طلب مني eye ولا hair؟ طلب مني hair يا حنين. بس هتبقى she has curly ونعمل الكومة كده وبعد كده brown زي ما انت شايف كده. hair بتعمل ايه هنا يا صديقي؟ بتجيب الإجابة من القطعة اللي عندك. What kind of person of جميلة؟ What kind جميلة دي ايه؟ طيبة شريرة لذيذة كده وعسولة ايه بقى هي؟ friendly. جميلة is very friendly. جميلة is very friendly. بتعملي ايه يا حنين؟ باخد الإجابة من عندي من فوق أنا مش بعمل أي حاجة. طيب نشوف اللي بعد كده. ايه ده يا خبر أبيض ده سهل جدا. ده الترتيب. May I go to the bathroom. شوف اللي بعد كده. علي الجملة دي مهمة جدا 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 يا صديقي. makes his friends laugh. خلي صحابه يضحكوا. طيب بالنسبة للسؤال بتاع البنكتويشن ده يا صاحبي أول حرف عندنا لازم يكون capital. keep your classroom clean. طب دي جملة عادية ايه ده ولا سؤال؟ دي جملة عادية يا حنين حط على طول فول ستوب. what ايه ده هو عامل لي أول حرف هنا كابيتال يا حنين. أيوة عاملها ماشي طالما عامل لي أول حرف كابيتال يبقى في النص هنا عندي حاجة لازم أنا أعملها له كابيتال. تعالى كده وإحنا ماشيين نشوفها. what does أمير. أيوة اسم أمير لازم أول حرف من أي اسم يا صاحبي يكون حرف كابيتال. what does أمير do after breakfast. وعشان هي سؤال فإحنا لازم نعمل full question mark. تمام. طيب بيقول لي اكتب هنا 3 جمل عن ايه بقى؟ your daily routine. الله ومديني 3 كلمات. ايه ده سهل جدا. انت عارف احنا هنعمل ايه؟ كل كلمة هنحطها في جملة وكده يبقى خلصنا. ازاي بقى يا حنين؟ تعالى كده. wake up يعني يستيقظ. هقول انا بستيقظ الساعة 7 كل يوم. I wake up at 7. أنا بصحى الساعة 7 every day كل يوم.
ها بتعمل ايه تاني؟ breakfast يعني الفطار. هقول I have my breakfast يعني أنا بفطر. طب يا مس حنين، هو احنا ينفع إن احنا نكتب I eat my breakfast؟ ماشي عادي. بعد كده الهومورك بعمل ايه تاني؟ خلي بالك إن أنا بعد كل جملة بحط فول ستوب، ما تنساش. تمام، اوعى تنساها. homework اللي هو الواجب بتاعي. I do my homework. أنا بعمل الواجب بتاعي امتى ها؟ بالليل مثلا in the evening. طب احنا ممكن ما نكتبش بقى بالليل دي يا حنين؟ براحتك يا عم، زي ما انت عاوز، ونقفل الجملة على كده. لو انت خدت بالك يا صاحبي هتلاقي أول الجملة، أي جملة أولها لازم يكون حرف كابيتال. بعد ما بخلص لازم أحط الفول ستوب، اوعى تنسى. أول الجملة حرف كابيتال، بعد ما بخلص لازم أحط الإيه؟ فول ستوب. تمام كده يا صديقي؟ تمام يا حنين. خلصنا يونت 1، داخلين بقى على يونت. يلا كده ركز معايا وقول أنا مركز، ويلا هنشوف وهنقول بسم الله. يونت 2 طبعا هنا كلها بتتكلم على الفاميلي أو العيلة. grandmother grandfather. خلي بالك ان حرف الدي مش بيتنطق. mother father uncle aunt sister brother. تمام كده خلصنا العيلة، خلصناها. تعالى اما نشوف الكلمة دي. celebration TION شن. ايوه طبعا مش هتنسى. celebration soldier brave salted fish يعني سمك مملح اللي هو الفسيخ أو الرنجة. doctor teacher pilot baker farmer. الوظائف دي مهمة جدا يا سنة تالتة. تعالوا لما نشوف مع بعض. حرف الإكس هنا جز exam exit examine. تمام. PH يا صديقي بتتقال زي حرف الأف. phone photo elephant. تمام يا صاحبي. يلا بقى هنشوف مع بعض حاجة مهمة جدا. لو الأغنية انت حفظتها هتعرف تحل الحاجة دي على طول. أغنية ايه يا حنين؟ تعالى كده لما أسمعها لك تاني. يلا. ماي ملكي أنا، أوردي لنا كلنا. ماي ملكي أنا، أوردي لنا كلنا. حاجته هو هز، لغير العاقل إتس. حاجته هو هز، لغير العاقل إتس. حاجتها هي هير، حاجتهم هم ذير. حاجتها هي هير، حاجتهم هم ذير. حاجتك انت يور، يلا اقف الدور. حاجتك انت يور، يلا اقف في الدور. الشاطرين دول. يعني لو الحاجة بتاعتي انا تبقى احط ماي، حاجتنا احنا يبقى احط اور. حاجته هو احط هز، لغير العاقل اتس. حاجة البنوتة الحلوة هير، حاجتهم هم ذير. حاجتك انت يور، يلا اقف في الدور. والله انت شاطره يا حنين بجد يعني. يلا نشوف بعد كده هنعمل ايه. هنحل طبعا. يلا يا صديقي هنبتدي ونقول بسم الله. يلا بسرعه، مين مستعد؟ يا exit. تمام شاطر برافو. phone photo exam
exam. اوعى يضحك عليك وتروح حاطط له حرف الزد وكده، غلط. يلا نشوف بعد كده يا صاحبي. احمد has a bike. وبعد كده مش عارفه ايه كده بايك is new. هو الحاجه بتاعت مين؟ بتاعته هو، بتاعت عمو احمد، بتاعته هو. افتكر كده، حاجته هو his. برافو شاطر. this my father. تبقى this ايه؟ ده هنا دي مفرد، تبقى this ايه يا صديقي؟ is. this is my father. I love to play with my friends. بحب ألعب مع أصدقائي. حاجتي برضو. my favorite إيه هنا؟ is 6th of October. إيه ده؟ هو 6 أكتوبر دي إيه؟ هي أكلة؟ هي مكان؟ لأ، هي احتفال celebration. اللي بعد كده ركز كده. my mother. بعد كده me a story يعني قصة. أيوة قصة. طيب بتعمل ايه في القصة؟ بتطبخ القصة؟ ماما بتطبخ القصة يا راجل، ما ينفعش. بتقرا لي القصة. reads me a story. مين هنا؟ أنا مش عارفة. حد هنا يا صديقي bakes delicious bread. ايه ده؟ بيعمل خبز. مين اللي بيطبخ مين اللي بيخبز الخبز؟ ايه الخباز؟ بيكر. يلا نشوف، هنقرا وهنكمل من الكلمات اللي فوق. بس دولت كلمتين بس يا حنين، هم اديني 3. ايوه خلي التالتة ليه، احنا مش عايزينها. I am هدى. I وبعد كده بيقول لي شم النسيم. تبقى I play شم النسيم؟ لا طبعا مش جاية. وانا بلعب شم النسيم؟ لا. I love شم النسيم. انا بحب شم النسيم قوي. I go to the. انا بروح فين لما في شم النسيم؟ بنروح فين؟ garden. Go to the garden all day with my friend and with my family. We play and eat salted fish. يلا يا صديقي نشوف مين ده. لا مش brother، ما عنديش بي هنا، عندنا father. برافو عليك شاطر. دي مين الحلوة دي؟ doctor. من الراجل اللي بيعمل لنا العيش ده؟ baker. شاطر شاطر شاطر. نشوف اللي بعد كده. القطعة دي اللي قلنا عليها والأسئلة هنشوفها دلوقتي. I am نور. I love my family. My father and mother take me to school. They also cook me lunch. My brother plays with me. I love my family. They help me grow. الله الله الله، بيساعدوني ان انا اكبر. يا ترى بيساعدوك في ايه بقى؟ ايه ده؟ مش عارفه بيساعدوه في ايه يا حنين؟ يعني مامته وباباه بيودوه المدرسه، وكمان وبعدين بيعملوا له الاكل، وبعدين اخوه بيلعب معاه، فاكيد يعني كلهم بيساعدوه ان هو يكبر. تمام، يلا نشوف مع بعض. Noor's father and mother cook ايه؟ بيطبخوا له ايه؟ lunch. الغدا. The text. القطعة دي text يعني القطعة. ركز معايا يا سنة تالتة. القطعة دي كانت عن مين؟ عن مين؟ عن نور. وعن مين بقى؟ عن عيلة نور، ولا عن أصحاب نور، ولا عن مين؟ family. Noor's family. بص هنا. Who takes نور to school؟ Who يعني مين؟ مين اللي بياخده للمدرسة؟ مين اللي بياخد نور للمدرسة؟ تعالى كده، أنا مش عارفة بقى. هو الراجل الطيب ده بيقول my father and mother. تبقى my ولا his بقى؟ هتبقى his، علشان دول بتوعه هو. his father and mother. تمام، يلا يا صديقي نكمل. Who plays with نور؟ مين بيلعب مع نور؟ بص يا حبيبي، اللي بيقول أنا مش فاهم هنا بيقول my brother. ليه بقى؟ عشان نور بيتكلم على نفسه، بيقول أخويا. لكن إحنا لما نيجي هنتكلم هنقول أخوه هو، هتبقى his brother أخوه. ركز كده في الموضوع ده عشان سهل جدا، بس في نفس الوقت لازم حضرتك تكون فاهم. تمام؟ طيب هنا هتبقى my. number 1 grandmother مالها؟ reads
me a story. تقرأ لي قصة. I love to play with my cousin. معلش نشوف اللي بعدها. البانكتويت احنا قلنا أول حرف لازم يكون capital. My family helps me grow وخلصنا كده نعمل full stop. بعد كده who help patients ده عشان سؤال. ماشي الباراجراف ده مهم جدا. هنا بيتكلم بيقول my family مديني mother ومديني school وbrother بيقول لي اعملي لي لو سمحتي 3 جمل. هقول إن مثلا يعني إن بابا وماما بيودوني المدرسة. My mother. ممكن نقول ماما بس براحتك، اللي أنا سامعاك اللي بتقولي ممكن نقول ماما بس براحتك. And father مالهم بيعملوا لي إيه؟ Take me بياخدوني to school ياخدوني للمدرسة. إيه ده كل دي جملة يا حنين؟ شوف الجملة اللي بعدها. They cook يعني هما بيطبخوا me lunch يعني بيطبخوا لي الغدا. يبقى دي تاني جملة. طب نشوف اللي بعدها. brother أخويا. my brother plays with me بيلعب معايا. 3 جمل سهلين جدا يا سنة تالتة. الله وكده خلصنا يونت 2 وداخلين على يونت 3. سهلة جدا، سهلة بس مليانة كلمات محتاجة ان حضرتك تراجعها تاني. يلا بينا. library مكتبة. park يعني ايه park؟ يعني جنينة. تمام، بس جنينة اللي هي بنروحها دي اسمها جنينة الحديقة العامة يعني. museum supermarket train station house كايرو تاور. وركز بقى في كايرو تاور دي عشان أولها حرف كابيتال وهنا حرف كابيتال. Alexandria Library. The pyramids of Giza. The أول حرف فيها كابيتال. pyramids أول حرف فيها كابيتال وجيزة أول حرف فيها كابيتال. Landmarks holiday adventure camel curtain chair toy car stuck stick. ركز بقى stuck يعني لازق وstick يعني عصاية. couch student zoo ticket sandwich ما اسمهاش سندوتش عشان حرف الدي silent. elephant monkey وباص. تمام كده يا صديقي؟ تمام يا حنين. في عندنا هنا grammar، في عندنا هنا حاجة اسمها prepositions of places اللي هي فوق وتحت وشمال ويمين وكده. تعالى كده. in front of يعني أمام. in front of. on يعني على. on behind يعني خلف. behind. in يعني من جوه. between يعني بين. under يعني تحت. تمام. يلا يا صديقي نشوف التنس بتاعنا السهل ده هنراجعه مع بعض. يلا بينا. the past simple الماضي. ايه ده يعني ايه ماضي اصلا؟ يعني حاجة خلصت يا حنين احنا هنقعد نلغيه. ايوه زي ما بقول لك كده، يعني حاجة خلصت والحمد لله. طب اتأكد منين بقى ان الحاجة دي خلصت يا حبيبي؟ بجيب الفيرب اللي هو الفعل وبحط له ايدي. حاجة سهلة جدا. يعني مثلا عندك verb walk verb visit. كل الحاجات دي walk يعني يمشي، ولما اقول انه خلاص الراجل الطيب ده مشي خلاص هتبقى walk اهي احط لها ايدي بقت walked.
visit بقت visit اهي برضو، واحط لها ed بقت visited. اتفقنا؟ طيب لكن الفيرب لو اخره اي زي فيرب بيك مثلا، فانت لما تيجي تحط له اي دي لا مش هينفع، هتحط له دي بس، هتبقى بيك واحط له دي بقت baked. طيب حاجة كمان مهمة جدا يا صاحبي، الفيرب اخره واي وقبليه حرف ساكن. حرف الواي عامل حفلة عازم فيها أصحابه الخمسة. حرف الواي عامل حفلة عازم فيها أصحابه الخمسة. A E I O U. تمام؟ طيب حرف الواي لو موجود قبليه حرف من الحروف التانية اللي ما حضرتش الحفلة، فبنشيل الواي ونحط IED زي كده IED. اتفقنا كده يا صديقي؟ اتفقنا. مهم جدا انك تعرف الحاجات دي، ويلا بينا. اوكي، اول كلمة عندي اسمع كده، كاف. كاف، برافو عليك. جاز. جاز. دك. دك، ما ينفعش يا صديقي العزيز نحط اخر حرفين ك ما فيش حاجة اسمها كده. طالما بيقول لك ك اخر حرفين ايه، ما ينفعش احط دبل كي. ماشي، طالما بيقول لك ك تبقى سي كي. تمام. ستيك. ستيك. يلا قبل ما اقرا دي عايزه افهمك حاجه. انا عندي هنا حاجتين، the hospital and sorry the school and the hospital. ادي واحد وادي اتنين. طالما عندي حاجتين بحط between. لو عندي حاجتين بحط between. لو عندي حاجتين بحط between. My house is وبعد كده the school and the hospital. عندي حاجتين بحط between. برافو. Yesterday امبارح I on a trip to the zoo. I go غلط يا حنين. I goes غلط يا حنين. I went ايه went دي يا حنين؟ ايه went دي؟ ايوه ما انا ما قلتلكش، مش احنا قايلين بنحط ايه دي للفيرب؟ ايوه بس في شويه افعال كده صغيره قلت واحنا ماشيين في السكه اقولها لك. تمام. في شويه افعال كده ما بينفعش نعمل اي حاجه غير ان احنا نحفظها، زي مثلا فيرب جو يعني يذهب. تمام. طب انا عايزه اقول ان هو خلاص ذهب، هحط جو واروح حاطه لها ايدي؟ غلط يا حنين، اوعي تعملي كده، هيقولوا عليكي نوتي. ايه ده؟ هيقولوا عليكي نوتي. غلط يا حنونه. امال اعمل ايه؟ طيب يعني اعمل ايه يا اولاد؟ حتى كتبت بالقلم غلط. اعمل ايه؟ قالك ما تزعليش نفسك، هنشيل جو وهنحط بدلها وينت. ايت يعني ياكل، هنشيل ايت وهنحط بدلها ate. drink يعني يشرب، هنشيل drink ونحط بدلها drank، وهكذا. يلا يا صديقي نكمل مع بعض. طلعت كده ليه؟ يلا تبقى I ايه هنا وينت، احنا قلنا خلاص كده وينت. We ate delicious cake. احنا كلنا كيكة لذيذة. and ايه هنا؟ and drank. وشربنا nice juice. We go to read books. إن عشان نقرا كتب. احنا بنروح فين يا شباب عشان نقرا كتب؟ الاماكن زي ما قلت لك مهمه، والوظائف مهمه. هتبقى بنروح فين؟ المكتبه library. نشوف اللي بعد كده. They saw lions, monkeys and elephants. الله، قد ايه؟ هي الحاجات دي كلها بتتجمع فين؟ zoo. There are many trains. في شوية trains قطارات at the train station. وانا مغمض. يلا يا صديقي خلاص احنا عرفنا هنا بيديني كلمتين ناقصين بس بيديني فوق 3 كلمات. ليلى visited the Cairo Tower with her family. They took ايه؟ أخدوا ايه؟ They took pictures. أخدوا شوية صور، مش خدوها يعني في إيديهم، لا يعني التقطوا صور يعني pictures. And so the whole city. Next they explored the great حاجة هنا of Giza، تبقى great ايه؟
pyramids يا حنين، وما تنسيش يا حنين ان اول حرف لازم يكون capital. pyramids. شوف اللي بعد كده. ايه دي يا صديقي؟ من غير حتى ما نبص للحروف. ايه دي؟ park. الحاج الطيب ده. line. ايه ده؟ tower. يلا يا صديقي نشوف اللي بعد كده. I am Eunice. In my city, we have different places. My family and I live in a big house. أنا وعيلتي عايشين في بيت كبير يعني. I go to the library to read books. My mom goes shopping at the supermarket. There is a museum. تمام؟ يلا يا صديقي بص بقى على الجزء ده. بيقول لي هنا the opposite. بص كده كلمة ايه دي يا حبيبي؟ opposite. opposite يعني العكس. عكس كلمة big. عكسها ايه؟ big يعني كبير. عكسها ايه؟ صغير small. تمام؟ شوف اللي بعدها. there is يوجد ايه هنا؟ in Eunice city. في المدينة بتاعت يونس في ايه؟ الراجل قال في حديقة حيوان. جاب سيرة الحيوانات؟ لا ما جابش سيرة الحيوانات. في اوتيل هنا ولا اي حاجة؟ لا قال في متحف. تمام. نشوف اللي بعد كده. What does Eunice do at the library؟ الراجل الطيب ده كان بيعمل ايه في المكتبة؟ او هو بيعمل ايه في المكتبة؟ قال ايه؟ I go to the library to read books. انت هنا مش هتكتب I، هتكتب he. تمام؟ ليه؟ هنا فوق يا صديقي لما يونس بيتكلم على نفسه. زي ما انا بتكلم بقول ايه؟ انا بروح المدرسة كل يوم وبذاكر انجليش كل يوم. لما انت تيجي تتكلم هتقول هي بتروح المدرسة كل يوم. عليا أنا يعني بتشاور عليا وبتقول هي بتروح المدرسة كل يوم وبتذاكر إنجليش كل يوم. تمام؟ يبقى هنا هتبقى هي إيه؟ جو هتبقى إيه؟ goes. ركز معايا. he goes هو بيروح إيه بقى؟ to the library. ليه يا حاجة حنين يعمل إيه؟ to read books. طيب بصراحة حنين أنا كده لو جالي في الامتحان الكلام ده أنا هتلخبط. طيب مش عايز تكتب الكلام ده كله ما تكتبوش براحتك، بس أنت عشان خاطر تفهم اللي قدامك إن أنت فاهم. أنت هتعمل إيه؟ هتكتب to read books. تمام. شوف اللي بعد كده. who اللي احنا خدناها في الامتحان من شوية. who goes to the supermarket؟ مين؟ ما هو احنا قلنا هو يعني مين بيروح السوبر ماركت؟ هو قال إيه؟ mom goes shopping at the supermarket. عايز تكتب الجملة كلها أهلا وسهلا بإيه؟ طالب جميل ولذيذ وهحبك وهعمل لك كمان قلب كبير. تمام. هتبقى mom أو his mom مامته براحتك خالص. mom ونروح كاتبين بقى بقية الجملة goes shopping at the supermarket. طيب نشوف الترتيب مع بعض. يلا يا صديقي. where do ايه ده؟ where لازم يجي بعدها دو. أداة الاستفهام لو جه بعديها، لو انت لقيت بقى عندك دو او does يبقى تتكتب هي تاني واحدة. تمام. where do you buy food؟ اللي بعد كده I visited the Cairo Tower. طيب هنشوف البنكتويت بتاعنا. My grandma baked a cake. ايه ده؟ دي جملة عادية نحط فول ستوب. Where did they play؟ ودي برضه سؤال نحط ايه؟ question mark. نشوف اللي بعدها. A trip to the zoo. رحلة إلى حديقة الحيوان. خلاص. وهنا بيقول لي تكت يعني التذكرة، باص يعني الأتوبيس، ومونكي يعني القرد. تمام. يلا نشوف مع بعض جملة جملة. طبعا احنا هنقول ان احنا رحنا رحلة لحديقة الحيوان.
هتبقى we went to the zoo. احنا رحنا حديقة الحيوان. رحنا بإيه؟ by bus، بالأتوبيس. كده خدنا الكلمة وفي نفس الوقت طلعنا شاطرين وكتبنا الجملة. ما هو انت مش ضروري تكتب بالترتيب، مش ضروري تكتب الأول الكلام ده كله. ماشي؟ شوف اللي بعد كده. يلا نشوف. يبقى we went to the zoo by bus. طب اللي بعد كده يا صديقي، هنقول إن التذكرة بكام؟ ب20 جنيه مثلا. هنقول the ticket is 20 pounds. دي تاني جملة. هنقول إحنا شفنا القرد. we saw monkeys، القرود. and مثلا elephants، والأفيال. عملنا 3 جمل سهلين جدا يا سنة تالتة. تمام. يلا نكمل كده يا صديقي. احنا خلصنا يونت 1 و 2 و 3 الحمد لله. خلصنا يونت 1 وخلصنا 2 وخلصنا 3. اشوفك على خير الحصه الجايه ان شاء الله. هناخد 4 و5 و6. وما تنساش في فيديو يا صديقي العزيز ان شاء الله هينزل بتاع الباراجرافز كلها، كل الباراجراف بإذن الله اللي موجود. أي باراجراف عندك في قلب الكتاب هتلاقيه موجود في الفيديو اللي جاي بإذن الله. أشوفك على خير يا صديقي. باي باي.